ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض النهارده نعمل اكله جامده جدا. هي مكلفه بصراحه، بس معلش بقى شويه شويه كده لازم نضحي. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك من الكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو واتفرجي على الفيديو. ايه الاكله اللي هتعمليها النهارده؟ مش هقول لكم دلوقتي عشان ما تدش نفسكم يعني، فاتبعوا معايا الخطوات وفي الاخر هتعرفوا ايه هي الاكله بتاعت النهارده. انا معايا شويه زيت او سمنه ايا كان اللي هتعمليه، وفيهم بصلتين كبار مفرومين فرم صغير مش كبير. تمام كده، عشان مش عاوزاه يبقى بارز يعني لان انا هعمل حشوة. ايه اللي انت هتعمليها؟ الوصفة بتاعت النهاردة هعمل حمام محشي رز بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي افتكاسة، واي حد يعرف يعملها برضه وطعمها خطير. فانا سبت البصلة بتاعتي دبلت اهي على النار، وبعد ما دبلت نزلت عليها بالكبد والقوانص بتاعت الحمام متقطعة حتت صغيرة. تمام كده، وابدا اشوحها مع البصل والزيت. زي ما قلت لك، عايزه تعملي بسمنه اعملي بسمنه، عايزه تستكفي بالزيت استكفي بالزيت. انا حطيت زيت بس. ببدا اضيف البهارات بتاعتي، فلفل، ملح، كمون، شويه بهارات اللي عندك حطيه، بس الاساسي فيها ملح وفلفل. تمام كده، انا حطيت ملح وفلفل وكمون، وفي الاخر برضه هشوف الملح بتاعي وهدوقه، لو مش متظبط هظبطه. وابدا اشوح فيهم، وبعدين اكون غاسله الرز بتاعي ومنقياه، يعني منقياه وغسلاه مش نقعاه. ما تنقعيش الرز بتاع حشو الحمام عشان ما يبوش منك. تمام، هنزل بقى بالرز بتاعي بعد الكبد والقوانص ما اتشوحت تشويحه كويسه، وابدا اقلبهم مع بعض. قلب 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 بحيث الخلطه تتغلب بالزيت، وكل اللي فيه والكبد والقوانص تتوزع صح، والكبد والقوانص بتاعتي تتوزع صح. بس هنا ظبطت الملح بتاعي ما كانش مظبوط فظبطته. بس والمية بقى هتزوديها ازاي؟ هحط الرز بتاعي مية يدوب يكون متغطي، بس مش هتحط المعيار بتاع الرز المظبوط علشان احنا لسه هيكمل الاستياب بتاعه في الشوربة. فانا يدوب الرز بتاعي هيكون متغطي زي ما انتم شايفين اهوت، وهسيبه لما يتشرب المية دي. وبعدين هقولكوا ايه اللي هيحصل بعد كده. كده اتشرب الرز بتاعي المية اهوت، انا لقيته محصون برضو، حاسه ان هو ما استواش يعني نص سوا اللي انا عاوزاه، فزودته كمان شويه ميه واسيبه يكمل سوا. بس هنا المنظر اهو بعد ما انا عاوزاه كده نص سوا، مش عاوزاه سوا كامل. هبدا بقى اخد الكميه اللي تكفيني منه، افردها على صينيه، لان الحشوه لازم وانت بتحشي بقى تكون بارده عشان ما تقطعش الحمام بتاعك. تمام كده. بس هنا هحط الشوربه بقى بتاعتي اللي انا هسلق فيها الحمام بتاعي. والشوربه بتاعتي بحط فيها ايه؟ بصلايه، طماطمايه او طماطمتين اللي عندك حطي، طماطمايه، بصلايه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، مستكة، لو عندك اي نوع توابل عطرية عايزة تحطيها حطيها، وفلفل وملح وكمون. تاني، بصل، طماطم، ملح وفلفل وكمون، قرنفل وحبهان وورق لورا. ده حبهان اهوت، وده ورق لورا اهو، ودول عودان قرنفل، والملح. واسيب الخلطة دي تغلي على مهلها، وبعدين احشي بقى الحمام بتاعي وارجع لها. هنا جبت الحمام بتاعي، انا مفرغه بين الجلد واللحم، فببدا بحشي الفوق تحت الجلد الاول، مش البطن الاول، تحت الجلد الاول، وبعدين احشي في البطن زي ما انتم شايفين اهوت. ما تحشيش الكميه الحمامه تكبسيها بالرز عشان ما تنفتحش منك في الشرب، يعني اديلها معيار مناسب قوي من الرز، وبعدين سيبيها علشان خاطر لو زودتي مش هتكون كويسه وهتفرقع منك في الشوربه. انا هو كنت شايله الرقبه يعني بتاعه الحمامه، فبحشي الجلده بتاعتها كده وهقفلها من قدام بخله سنان. وبعد ما خلصت حشو الحمام بتاعي ببدا احشي البطن بتاعته، وما بكبسش عشان ما يبقاش معجن.
هنا قفلت الرقبة بتاعته اهوت، وجيت احاول اقفل الرقبة من ورا بس معرفتش، فاستكفيت بكده. شوف شكلها عامل ازاي، خطيرة. وهي هركنها على جنب لحد ما اكمل اخواتها بقى. هوريكم انا مجوفة تحت بين الجلد واللحم ازاي. بصوا اهو، بصبعي كده، وبدأت امشيه تحت الجلد وافرغ فيه بس بالراحة عشان ما تقطعش مني. وحشيت الحمام بتاعي وخلصته. وهنا المية بتاعتي كانت بتغلي، ههدي النار عليه عشان ما تطلعليش الرز وانا بحطه، وهبدأ احط الحمام بتاعي. تمام كده بس. وهتخلي النار هادية عشان ما يخليش الحمام بتاعي الرز بتاعي يطلع. هنا بعد ما كان استوى، ودلوقتي هحمره. هتحمري في ايه؟ الحمام اصح حاجة يتحمر فيه هو السمنة، بس انا ما عنديش سمنة كفاية فهزود بزيت. فحاجة كده تكون غويطة شوية عشان تتحمر معايا الحمامية حلو، ما يبقاش فيها حتة بيض. بعد ما الزيت بتاعي يسخن هبدأ انزل بيه في الحمام. هنا كان الزيت بتاعي بدأ يسخن فاستنيت شوية، وبعدين نزلت ببقية الحمام. لو سخن كده هنزل بقى بالحمام بتاعي واحمره تحميرة كويس. وده كان منظره بعد ما طلع جامد. جربوها هيعجب.